شويه كده دقيقتين كده بتفرج على المدرج والاعداد دي كلها. قلت لها ماما انا مش عايزه اكون هنا. انا كان عندي محاضره غصب ودي كانت اول محاضره ليا. انا كنت اغرق، انا كنت هموت دلوقتي. ايه اللي حصل بقى؟ واحكي لي ايه اللي حصل معاك. عادي ما قاليش اي حاجه ودخلت الاوضه ونامت. انا ما زعقتش في دكتور، كان دكتور السباحه، وكان دايما كان بيتقال لي هتطلعي من الجامعه بشخصين، تقول دايما لا انا واصحابي هنفضل. احنا في الفيديو ده هنكلمكم عن تجربتنا اول ايام الجامعه. كنا جايين نقول لكم ايه اللي بيحصل في اول ايام جامعه. التجارب اللي احنا هنحكيها دي هتكون فيها كل الاجابات اللي في الاسئله اللي في دماغكم. لما تسمعوها للاخر هتطلعوا باجابات الاسئله اللي في دماغكم. وجايبه لكم اختي عشان احنا الاثنين شخصياتنا مختلفه، انا انتروفيرت هي اكستروفيرت، فعارفه ان في ناس كتير هتكون شبهنا. اول ايام جامعه ازاي احنا كشخصياتنا اتعاملت مع الحاجه الجديده اللي كانت علينا دي. وكمان هنجاوب على اسئلتكم، اكتر اسئله اتكررت احنا هنجاوب عليها، وكمان هنقول لكم نصايح بناء على تجاربنا من الجامعه. وعذرا لو الصوت طلع وحش. تعالى نعمل حجره ورقه مقص واللي يكسب هو اللي يبدا اول يوم. حجره ورقه مقص. هاي هنا احكي لنا بقى اول ايام جامعه كانت عامله ازاي بالنسبه لك. اول يوم جامعه بالنسبه لي كان صعب عشان انا كنت رايحه لوحدي وكنت لوحدي. مش انت كنت مع اصال؟ لا يا بنتي اسر ما كانتش هنا. لما رحت الكليه نفسها كان معايا صاحبتي، بس انا مشواري للكليه ما كانش معايا حد، كنت لوحدي. اصال كانت في اكتوبر يعني. رحت وقفت في الموقف بس انا وقفت وانا بقى لو العربيه والبلد اللي انا بروح لها الكليه دي ملهاش مواصلات او انت بتجيبي الديتيلز عشان الفيديو ده عشان بجد هي دي مشكلتي اصلا مع الكليه. انا ما عنديش اي مشكله مع الكليه، مشكلتي فيها كانت بجد المواصلات. يعني توترك اول يوم كان فين؟ اتعاملتوا صحاب ازاي؟ ده بس المشكله بتاعتك المواصلات. رحت واقفه في الموقف لقيت عربيه مره واحده جت وقفت قدامي. بجد اليوم ده لو العربيه ما كانتش جت وقفت قدامي ما كنتش هروح الكليه، عشان انا مستحيل ادخل وسط الناس اللي بتجري في المواصلات ديت والحاجات دي كلها. المهم بقى اول ما رحت الكليه قابلت صاحبتي، ما كنتش داخله الكليه لوحدي، بس كنت داخله حاسه ان انا كان قلبي متجمد شويه عشان انا كان معايا صاحبتي الصراحه يعني. طب المكان يعني عشان المكان كبير في اعداد كبيره، كان ايه الموضوع عليكي؟ احنا كنا سنه اولى بتتفرج علينا. سبحان الله. سنه اولى، فسنه اولى الكليه كلها بتبقى بتتفرج علينا. لا هو كله على فكره مش بيبقى مهتم معاكي انت، هو كل واحد يعني مثلا دفعه اولى كلهم بيبقوا جايين متوترين، بيبقوا جايبين خايفين، برضو بيبقى كل واحد منتبه لنفسه. غير بقى السنين اللي قبل كده اللي هم الناس القدام في الجامعه دول ولا مهتمين اصلا. الصراحه اقول لكم على حاجه، اول يوم جامعه زي اخر يوم جامعه الصراحه يعني. انا لا ما اول حسيتش يوم باختلاف والله العظيم. اول يوم جامعه اكيد في اختلاف اكيد. هقول لكم بقى كان كسوفي من المحاضرات. انا كنت مكسوفه بجد من المحاضرات قوي. انا في تربيه رياضيه، فانا محاضراتي في صاله كبيره بيبقى في جنبي تانية وتالتة ورابعه، كله بيبقى بياخد محاضرات جنبي. فانا كنت مفكره ان كله مركز مع كله، بس الحقيقه ان محدش مركز مع حد. فكنت مكسوفه قوي من محاضره الكاراتيه عشان كانت حركاتها غريبه بالنسبه لي. فانا كنت متضايقه قوي اول يوم جامعه، وكنت مكشره، وكان الناس خايفه تيجي تتكلم معايا. هي هنا كده بتدي بتدي فايب اللي هو ليف مي، ببقى ده رياكشني في الكليه مع رياكشن قرف كمان بقى، مبقاش طايقه نفسي. في واحده صاحبتي دلوقتي كانت خايفه تيجي تتكلم معايا. فانا اليوم كان بالنسبه لي محاضرات قاعدين بيمرمطونا بين المحاضرات، انا فاكره بقى ان انا هروح اغير في الحمام وارجع. هو ايه التفاصيل؟ استغفر الله العظيم. انت اتوترتي؟ عملت صحاب ولا لا يا هنا؟ عملت صحاب ازاي؟ انا ما عملتش صحاب. انا كان معايا واحده صاحبتي كل يومين تجيب لي واحده وتقول لي دي صاحبتنا اسمها كذا، دي صاحبتنا اسمها كذا. يسرا اللي كانت بتعمل كده؟ هي اللي معرفانه على اصحابي كلهم. لكن انا اصلا لو كنت قعدت طول عمري في الكليه كنت هاخد المحاضرات واروح، عشان انا الكليه اصلا مش الفايب بتاعي، ولا انا كنت حباها عامه. اساليني وانا جاوب، لكن سيبيني احكي. انت بتحكي تفاصيل بجد محدش فاهم. انا رحت غيرت في الحمام. هنعمل ايه؟ غيرت في الحمام. ده اول يوم جامعه بالنسبه لي والله. طب احكي انا تجربتي وبعدين نجاوب الاسئله مع بعض. انا الموضوع معايا كان مختلف، لان انا طول عمري دايرتي صغيره، وانا من النوع اللي هو مش بتكيف مع الناس بسهوله. انا فاكره اول يوم جامعه عند خلود ماما كانت بتقول لها حاجه اوديكي ورنت عليا 600 مره في اليوم. انا اول يوم جامعه اقسم بالله امي ما رنت عليا مره واحده.
اللي يبين فرق الشخصيات اللي ما بيني وما بين هنا، ان هنا مثلا راحت خلصت ورق الجامعه بتاعها هي وصاحبتها، لكن انا ماما جت معايا. فده يبين ايه؟ ده يبين ان انا ماما عامله عليا قوي شويه. ماما كانت محوطه عليا شويه. فكان الموضوع بالنسبه لي، انا اول يوم انا فاكره ان انا رحت فيه الجامعه هحكي لكم اول يوم رحت في الجامعه خالص. انا في تجاره، فانا كنت الاول هكون تجاره انجليزي، فانا خلاص انا رايحه احضر في تجاره انجليزي. اول يوم رحته اتعرفت على بنت، هي من دفعتي بس احنا ما كناش بنتكلم، بس هي بعتت لي على الانستجرام او مش عارفه انا بعت لها حاجه زي كده، ما اعرفش مين اللي بعت للتاني، اللي هو هي كمان هتكون في تجاره انجليزي يعني وكده، وفي نفس المدينه اللي احنا فيها. فتمام بعتنا لبعض واتعرفنا وكده، وكنا عارفين بس بعض على الانستجرام بس ما كناش عارفين بعض قوي، واتفقنا ان احنا هنتقابل وهنروح الجامعه سوا. اوكي فاحنا رحنا. انا صراحه كنت متوتره وفي نفس الوقت متحمسه، يعني انتوا فاهمين، حياه جديده، الشمس دي عامله قوي، حياه جديده، هشوف ناس جديده، مع اني بتوتر شويه من الناس الجديده. ده اللي كان بيوترني بصراحه، انه مكان جديد وان ناس جديده، وبجد يعني هو مكان كبير قوي، اكبر من العالم اللي احنا كنا فيه. ثانيه بس، خلود اصلا كليتها مجمع كبير، يا انا جماعة. كليتي كانت كليه واحده بس. فانا بجد بشوف اعداد مهوله، انا اول ما دخلت اصلا الجامعه كنت بقى غير عن ما رحت مع ماما، ما كانتش الزحمه دي، كانت كل الجامعات بقى هناك وكل الكليات بقى هناك. فانا اللي هو دخلت من هنا، انا عندي رهاب اجتماعي ومبحبش قوي، بتوتر قوي في الزحمه، ببقى عايزه امشي بسرعه، يعني مثلا لو ماشيه مكان في اي زحمه ببقى عايزه امشي بسرعه عشان عايزه اطلع من الزحمه دي. فانا رحت لقيت زحمه كتيره قوي وناس كتيره قوي، وبعدين اول ما دخلت بقى الكليه ذات نفسها، فانا كنت متوتره قوي، وكنت في نفس الوقت يعني عارفين حته الانبساط دي، يعني برضو في حته مبسوطه. خلود كانت متحمسه، اللي هو انا اولى جامعه، فهي كانت ايوه رايحة ده الكلية كان بقى جوايا. متحمسه وكده عادي. انت يعني ما كنتش متحمسه؟ مش فاكره، انا مش فاكره قوي، بس تقريبا لا، انا كنت متضايقه، انا كنت متضايقه قوي ان دي كليتي. انا تقريبا بجد حاجه ما حدش يعرفها، بس انا قعدت اول شهر في الكليه رحته بعيط رايحه في المواصلات وبعيط جايه والله العظيم، من كتر ما انا كنتش عايزه الكليه وما كنتش بقى مبسوطه بيها ولا اي حاجه، اللي هو لا ده مش مكاني وانا مش هنا. بس دلوقتي ده مكاني يا جماعه والله، وربنا ما بيحطش حد في مكان غلط عامه. انا كنت عارفه في سنه انبساط كده، وبعدين اول ما دخلت الجامعه وبعدين لقينا انا ونورهان، كان اسمها نورهان، اقول اسمها عادي، وبعدين لقينا انا ونورهان كانت لذيذه قوي بجد يعني. فانا اول ما دخلت المكان اللي فيه المحاضرات، هي قد كده يعني، هي صغيره، فيها بتاع 20 او حاجه و20 كده طالب. فقلت الحمد لله، يعني انا بتوتر في الاعداد الكبيره، لقيت فيه تكييف، الجو كان حر موت، فقلت ايه الحلاوه دي، ده احسن، ما فيش احسن من كده. تكييف، انا طول النهار في الشارع. كتكييف، لقيت تكييف. انت انا ما عندناش مروح في الكليه يا خلود، انت اللي بتقول الرفاهيه اللي انت فيها دي. ما هقول لك ايه اللي حصل دربكة بلوت تويست. عشان راحت حصل العربي. حته دي بلوت تويست، يعني قلب كياني، خلاني عايزه كره المكان كله. والطلاب اللي هناك كانوا لزاز، يعني عيال كلهم لذيذه، لان انتوا مش عارفين، اللي مش عارف، انجليزي وعربي. انجليزي انت بتدفع مبلغ محترم، عربي انت يعتبر ما بتدفعش حاجه، يعني بتدفع مبلغ صغير، او مش مبلغ صغير، خلينا ما نقفرش عشان بالنسبه للناس بيبقى مبلغ برضو، بس مقارنه انجليزي غاليه قوي. اوكي، فانا قعدت اسبوعين بحضر في انجليزي، وكانت الحياه لذيذه والدكاتره لذاذ، وحبيت الدكاتره جدا، وكانت بصوا، وتعرفت على بنتين انا ونورهان. خلود كان عندها اول يوم جامعه مرتين عامه. يعني ايه اول يوم انت رحتي مره في الانجليزي ومره في العربي. وبعدين اتعرفت على بنتين برضو كانوا لذاذ، وخرجنا وكده، وكان حاجه في منتهى اللذاذه. جماعه هقول لكم على حاجه جماعه هقول لكم على حاجه، يعني فرق بين انا وخلود. انا رايحه الجامعه نفسها، اللي هو انا رايحه عندي 4 محاضرات، هاخد ال4 وهروح، لان مش هيبقى في وقت ان انا اعمل حاجه. خلود بتروح عندها محاضره او سيكشن او اي حاجه هتاخدهم، او هي مش هتاخدهم اصلا، وهتطلع تخرج مع اصحابها في خروجه. لكن انا مفيش خروج، ما بلحقش، انا سنه اولى دي كلها مقضيه من غير خروجات. احنا ده الكليه انا عندنا وإسراء كنا لذيذة شوية. بنروح على فكره يا جماعه انا قضيت مع الكليه مواصلات. المهم يا جماعه، انا كنت واحده في انجليزي، والحياه كانت لذيذه موت، لحد بقى الاقي ايه، المفروض انا في انجليزي اسحب ورقي من عربي اقضيه انجليزي عشان اكون في انجليزي، فانا بحضر في انجليزي ان عارفه ان انا هقدم في انجليزي. بس يجي السنه ديت الجامعه اللي انا فيها ما ياخدوش انتساب انجليزي،
يعني انت لو داخله كليه انتساب فانت لا مش هينفع تدخلي انجليزي انتساب، مع ان كل سنه كان بياخدوا ده، بس جت على سنتي انا ومفيش. فهحضر في عربي، مع ان كانت في واحده من اللي احنا عرفناهم في انجليزي كانت بتتكلم في الدرجه بتاعت الانجليزي بتاعتها، كان لازم عشان تدخلي انجليزي لازم يكون درجه معينه في الانجليزي، فهي كانت شاكه في ان ممكن يعني ما تتعملش في انجليزي، ما تتقبلش في انجليزي عشان درجه الانجليزي بتاعتها. كانت بتتكلم اللي هو انا مستحيل اخش عربي، انا مستحيل لو هنقل من الجامعه هنقل من الكليه، مش عارفه، كانت بتتكلم على العربي وحش قوي. فقلت اللي هو عربي ده بصوا زباله موت. فانا قلت لماما انا مش عايزه اروح عربي، فقالت لي طب ماشي جربي بس ايه يومين، الاسبوع ده جربي الاسبوع ده وبعدين هننقل جامعه تانية خالص فتخشي تجاره انجليزي في جامعه تانية اصلا. وكذا حد قال لنا، حد من الناس الكبار يعني اللي هو اكبر مننا يعني مش في سننا، قالوا لي يقولوا لي اللي هو انجليزي زي عربي بالظبط، بس لو انت الانجليزي بتاعك حلو فخلاص مش مشكله، هو بس الانجليزي انت تدفعي فلوس اكتر وهو لغه وكده، ف هما كده لو جيتي تقدمي في اي شغل لو لقوا الانجليزي بتاعك كويس فانت مش مشكله، او تقديرك كويس فانت مش مشكله انت انجليزي او عربي. فتمام قلت ماشي وخليني ايه اجرب. انا اول يوم انا كنتش عارفه بقى اي حاجه ولا المكان اللي ناخد فيه محاضرات ولا اي حاجه، فانا رنيت على واحده كنا في ثانوي مع بعض وكانت معايا في دروس وكده، فهي في تجاره عربي، فانا رنيت عليها اسالها مكان المحاضرات فين وكده، لان انا ما اعرفش اي حاجه في الكليه، كنت في الاسبوعين دول انا ما كنتش بقى جزء كبير جدا من الفيديو طلع ان هو مش مسجل له صوت، مش فاهمه ايه اللي حصل في الصوت، حصل مشكله في الصوت، فاضطرينا نعمل تاني الجزء اللي ما فيهوش صوت، فاحنا هنصوره تاني. عايزه اقول لكم انا قعدت قد ايه اتحايل عليها ان احنا نصور، وبجد الفيديو بقالنا قريب من شهر، انا مصوره الجزء الاولاني من الفيديو ده هتلاقيه مثلا من شهر، وطول الشهر ده انا بتحايل عليها يلا نكمل بقيه الفيديو، يلا احنا نكمل بقيه الفيديو، مش قادره، انا خارجه النهارده، انا مش عارفه ايه النهارده، بكره حتى النهارده كانت بتعمل كده برضو، وبجد الفيديو واقف عليها. قلت لها لو انا بصور الفيديو لوحدي كنت زماني الفيديو على اليوتيوب خلاص على التشانل. ايه مبررك بقى؟ انا فاقده الشغف، مش عايزه اعمل حاجه، انت بتجيلي دايما في الاوقات اللي انا مش عايزه اعمل فيها حاجه، الكل يعني ساعات ببقى قاعده بجد ممكن اعمل اي حاجه في الكون دلوقتي، انت ما بتجيليش ولا بتعبريني. الوقت بقى اللي انا قاعده فاقده في الشغف، لا يلا نصور الفيديو دلوقتي وهنعمله دلوقتي، ولو ما عملتوش تقعدي تعملي حاجات تضايقني، مفكره ان انا كده هقوم اعمله، طب مش هعمله برده، ما انت عملت حاجات تضايقني. وبجد قرفتني اليومين اللي فاتوا، بجد اي حاجه بتضايقني بتعملها، تطلع كل شويه تدخل اوضه تطلع وما تقفلش الباب، تدخل الاوضه اقول لها فين الباب تقول لي مش قافلاه، اقول لها قبلها يعني قبل موضوع الباب ده اقول لها هنا يلا نقوم نصور النهارده، تقول لي لا مش قادره، فده الموضوع يضايقني. ما طبيعي في البني ادم بيبقى في اوقات مش عايز يتعامل فيها مع حد، انا ساعتها في الاوقات دي مش ببقى عايز اتعامل مع حد، مش عايزه اعمل حاجه، فانت في الوقت بقى انا مش عايزه في حاجه يلا هنعمل دلوقتي. ما علينا. فانا كنت اكلم صاحبتي ديت، هي مش صاحبتي، احنا معرفه من ايام ثانوي، بس في ما بيننا صديق مشترك، صاحبتي قوي مشتركه ما بيننا. فانا كنت بكلمها في التليفون وهي قلت لكم زي ما قلت لكم احنا مش صحاب، وفي كده حاجه ما بيننا مش فاهمه هو في ايه، بس المهم يعني ان احنا كده، هما مش صحاب، هما معرفة مش بيرتاحوا لبعض. قعدت كتير خالص لحد ما لقيت المدرج وكنت تايهه قوي، وده كله هي معايا التليفون، وبرده مش لاقيه المكان، لحد ما انا دخلت مدرج كبير جدا جدا جدا. انا قلت لكم كنت في انجليزي، المدرج كان صغير، كانت حاجه كده صغيره، وحتى احنا في عربي بناخد فيها البتاعه الصغيره اسمها ايه، في محاضره، في كمان في سكاشن احنا في عربي بناخد سكاشن في الحاجات اللي الانجليزي بياخدوا فيها المحاضرات، انتوا متخيلين؟ المهم فانا دخلت لقيت مدرج كبير جدا، اعتقد حتى ما شفتوش في جامعتي، مدرج كبير وعشان احنا دفعاتنا كتيره قوي، دفعات عربي كبيره جدا الاعداد. انتوا كام؟ احنا بتاع 2000 طالب كده ولا حاجه، والله العظيم، او 1800 كده في الحدود دي. احنا لو اتجمعنا كلنا هنبقى العدد ده عادي، يعني احنا 800 بنات، ما اعرفش الولاد قد ايه الصراحه. المهم فانا دخلت لقيت مدرج كبير قوي، والمدرج كله مليان كله. المهم انا اول ما دخلت فانا اللي هو ايه، انا اتخضيت من الاعداد، وشخصيتي مش بتتلائم مع الزحمه والاعداد دي كلها، بتوتر بصراحه، وانا كنت يعني دلوقتي الموضوع قل شويه عشان اتعودت، لكن في الاول انا كنت متوتره خالص، وزي ما قلت لكم انا ما شفتش العدد ده في انجليزي، كان بتاع 20 حاجه و20 طالب بالكثير، فالموضوع كان ايه ده، الاعداد دي. وبعدين انا كنت بكلمها في التليفون، احنا مش صحاب قوي، بس انا عارفاها في الجامعه، انتوا بتصدقوا ان انتوا تلاقوا في الاعداد الكبيره دي تلاقوا الشخص انتوا عارفينه،
تلاقوا ايه ده انا عارفاكي تعالي احنا لازم نكون سوا. فانا كنت لسه بقول لها انا دخلت، انت فين بقى؟ كنت لسه هقول لها انت فين بقى؟ انت بتقول لي خشي اقعدي بقى. فانا اللي هو محرجة الصراحة. فانا اللي هو بجد اللي هو اخش اقعد اوكي ماشي. فانا قفلت وبعدين قعدت شويه كده دقيقتين كده بتفرج على المدرج والاعداد دي كلها، وبعدين دخلت اشوف مكان. قعدت اطلع في المدرجات الكبيره في سلالم كده، قعدت اطلع لحد ما لقيت مكان في النص كده. فرحت ايه قاعده. كان حاجه في منتهى الهمجيه بجد، وصوت عالي وحاجه كده اللي هو ايه ده، انا جالي صداع والجو حر. فين التجيب بتاع مدرجات الانجليزي؟ فين؟ مش موجود طبعا. مفيش مراوح حتى. انا قاعده وبسمع كلام. انا لو سمعته في يوم من الايام انا عمري تلوث سمعي بجد. بسمع كلام اللي هو انتوا ازاي بتتكلموا في حاجات زي دي؟ ايه ده انتوا بتقولوا كده؟ انتوا بتشتموا كده؟ انا كنت قاعده كده فما بفتح عيني كده. يا جماعة خلود لسه مثلا أول مرة السنة دي تبقى تسمع كلام الناس ده وتبقى رياكشنها طبيعي. هي دايما كان رياكشنها صدمة اللي هو يا نهار اسود انتوا بتقولوا الكلام ده؟ انتوا بتقولوا كده؟ لا كده. لكن هي عشان ما كانتش تطلع من البيت وهي لسه ستيل ما بتطلعش من البيت. يفضل ان اقعد في العالم بتاعي بدل ما اطلع للعالم. ما بتطلعش من البيت وماما متخانقة معايا عشان انا بطلع من البيت، عشان هي ما بتطلعش وانا اللي بطلع. الموضوع ده بيضحكني قوي لانه ده بيضايقها يا جماعة فبستخدمها ضدها. بصوا يا جماعه، انا ما بحبش اقعد في البيت، انا بحب اخرج واروح اماكن جديده واجرب. انا مش بروح اماكن جديده اصلا بس انا بحب كده. خلود ما بتحبش تطلع من باب البيت، عندها استعداد تفضل طول حياتها عايشه في الاوضه والباب مقفول عليها عادي خالص وما حدش بيسال عنها ولا اي حاجه. ممكن تطلع تاكل وتشرب وتدخل تاني بس كده. لكن انا ما بعرفش بجد. انا عشان انا مثلا دلوقتي بقالي 3 ايام قاعده في البيت، النهارده متضايقه، او 3 ايام بقالي 3 ايام قاعده في البيت عشان نايم، بدل ما بنام ان انا اطلع بره البيت. لكن خلود بجد عادي ممكن تقعد بالشهور ما بتطلعش، اللي هو اجازه ودراسه. ده ممكن ما تروحش الكليه عشان مش عايزه تروح الكليه، مع انها بتروح تخرج اصلا. اللي هو لا انا مش هروح الكليه النهارده عشان مش عايزه اخرج، مش عايزه اقابل الناس ولا اتعامل معاهم. ده حقيقي. فلازم الناس تفهم ان في شخصيات كده وفي شخصيات كده طبيعي. ما تقارنا ببعض اللي هو طب ما انتي اختك قاعده في البيت عايشه حياتها عادي من ببقى غير خروج. بجد عايزه اديها علقه واطلعها بره البيت. اقسم بالله لا اخرجي بقى انا زهقت. المهم يا جماعه في اليوم ده كانوا بيوزعوا ورق، كان مش عارفه اعلانات كورسات حاجه زي كده. طول ما انتي قاعده هتلاقي في كور من ورق تتحدف عليكي. حاجه بقى اللي هو في منتهى العصبيه. انا كنت متعصبه مع ان الدكتور اللي انا قلت له المحاضره اول محاضره في عربي دي كان بجد هو كان مسيطر. يعني المحاضره كانت كده وكان هو مسيطر على المحاضره، ما بالكم بقى بقيه الدكاتره. انا خدت المحاضره دي من هنا وما اتكلمتش مع اي حد. قعدت احاول ان انا اشتت نفسي عن اللي حواليا ده كله واركز حتى مع الدكتور اللي كان بيشرح لنا الماده. بس بجد انا ما قدرتش. انا كل اللي بفكر فيه انا عايزه اروح البيت. انا ايه اللي جابني هنا؟ ده مش مكاني. اول محاضره خلصت وخدت الشنطه بتاعتي وطلعت اجري. واول ما طلعت بجد من المحاضره اتصلت بماما قلت لها انا كنت بعيط. قلت لها ماما انا مش عايزه اكون هنا، المكان بشع. وقعدت احكي لها انا حسيت بايه وان انا مش هستحمل ده وان انا مش هقدر استوعب ده. فماما قالت لي خلاص اهدي تعالي بس روحي البيت وما يهمكيش حاجه وهنحل انا فاكره الموضوع. عموما انا فاكره يومها بجد ماما جت قالت لي خلود كلمتني قعدت تعيط وبتاع. يعني انت كلمتها قعدت تعيطي وهي قالت لك تعالي وكده وانا قعدت اقول لها سيبيها. ما كنتش قصدي سيبيها اللي هو سيبيها عشان سيبها تعيط، اللي هو لا سيبيها تجرب، سيبها تنشف شويه كده، اللي هو اتعامل مع الحياه الخارجيه. خليها تتعامل. راحت ماما قالت لي لا انا اصلا بفكر اروح اجيبها. والله ماما قالت لي كده. فرحت قايله لها ما تهزريش سيبيها، انت هتفضلي توديها لحد ما دخلت الكليه. كنت لابسه بجد ونازله تجيبك. فانا بجد والله؟ والله رحت قايله لها لا سيبيها هي زمانها جاي. قعدت بقى قلقانه كل شويه ترن عليك وتقولي اتاخرت، ده الطريق بياخد نص ساعه او ساعه، فهي اتاخرت كده ليه؟ ماما حاولت تحتويني في الوقت ده. والله اول يوم جامعه امي ما عبرتنيش ولا رنت عليا رنه واحده قالت لي انت عملت ايه. ده يبين فرق الشخصيات اللي ما بيننا. حتى ماما مدركه فرق الشخصيات اللي ما بيننا فعارفه هي بتتعامل مع ده ازاي وتتعامل مع ده ازاي. فانا الوقت ده ما استوعبتش خالص. وبعدين ماما قالت لي خلاص احنا هننقل جامعه تانية. بجد مش فاكره ايه اللي حصل. وبعدين خلاص بقى مش فاكره بجد التفاصيل دي وقعت مني. بس كل اللي فاكراه ان اللي هون عليا الجامعه بتاعه عربي اني بدات اعرف ناس شويه شبهي. في الاول اتعرفت على ناس يا نهار خلود ابيض. عملت شله اولى جامعه، الشله اللي بتخزوق دي هي خلود عملتها. انت ما بتتقالش كده. بجد ما بتتقالش كده. لا يا جماعه بص هقول لكم
اتعرفت على شخص. هو انا طول عمري دايرتي صغيره، وبعدين اول ما رحت الجامعه اتعرفت على شخص، والشخص ده عرفني على كتير. المهم يا جماعه انا اتعرفت الاول على شله. اختبرت الموضوع ده لاول مره لان ما كنتش بحب الموضوع ان انا يكون عندي شله كبيره وكده. وبعدين انا كنت بستمتع بالوقت، بحاول استمتع بالوقت، ما كنتش واخده بالي ان في حاجات من تحت كده، او الحاجات اللي تحت دي بتبدا تحصل. وكان دايما كان بيتقال لي فعلا ان اطلعي اللي هو هتطلعي الجامعه بشخصين، تقول دايما لا انا واصحابي هنفضل، انا والثمانيه احنا هنتخرج سوا. وكنت بعيش وقت لطيف معاهم. نبيلة قايله لي كده. نبيلة قايله لي الناس كلها بتشتكي من اصحاب اولى جامعه، نبيلة دي صاحبتي في الجامعه، وراحت قايله لي ايه بس احنا بنعمل بعض كويس، ليه هنخسر بعض؟ نبيلة خلي بالك عشان خاطر انت بتقول كده بجد يا نبيله. وفي سنه تانية الترم الاولاني حصلت حاجه بدات بقى تبين، والموضوع بدا يعصبني قوي، وانا اللي بدات اللي هو كانوا كلهم بيتعاملوا اللي هو ما حصلش حاجه. انا بتضايق من الموضوع ده قوي، ان هو اما يحصل حاجه والكل بيتعامل مش تمام، او الكل بيتعامل بطريقه مش كويسه مش زي الاول، وهو بيقولوا كده عادي. لا هو كده عادي، لا ده مش عادي يا جماعه. طالما في حاجه مضايقاكوا قولوا، واحنا فينا حاجه مضايقانا نقول. ليه نتصرف اللي هو احنا كويسين وتمام بس في جوه احنا عارفين ان في جوه حاجه مش مظبوطه. فده اللي كان اعتراضي قوي. شله سنه اولى جامعه ما بتكملش. ده ممكن حقيقي. الصحاب لكن الشله لا. وبعدين انتوا بتقابلوا في الجامعه شخصيات كتير قوي. يعني انا في الاول قابلت شخصيات اللي هو ادركت ان انا لا احنا مش هينفع نكون صحاب، ف خلينا كده احسن مش شبهي. وكنت بحس ان انا قاعده معاهم اللي هو انا عايزه العلاقه دي تكون سطحيه. اول يوم اتعرفت فيه على خلود ما تشيلوش من سبعك. ماشي. انت زعقتني وقلت لك ماشي. اول يوم اتعرفت فيها على خلود كانت هي مصاحبه شله تانية، بس انا بقى كنت رحت اولى كانت اوريدي الشله اللي اتكونت، انا ما كنتش عارفه اي حاجه. هي عشان كانت رايحه متاخر فكانت رايحه بعد كان كله بقى صاحب، يعني كله كان صاحب، كله لقى بعض ولقى صاحبه ومش عارفه ايه. انا ما كنتش عارفه اتاقلم خالص. خلود كانت اوريدي في شله، وبرده الشله دي برده يا جماعه كانت شله مستقله لبعضيها. يعني هي على حسب، يعني شله خلود دي ما كملوش ترم مع بعض. اول ما سبت انجليزي ورحت عربي كانت خلود اوريدي علاقتهم متوتره، فحتى احنا وخلود صاحبنا برده على طول. احنا اتعرفنا عشان احنا اسامينا زي بعض، وهي كانت لذيذه قوي. خلود لذيذه قوي، يعني خلود من ألذذ الناس اللي انا اتعرفت عليهم في الكليه. خلود في اليوم ده بجد احنا اتعرفنا قعدنا نحكي حاجات لبعض كتير قوي. هي اللي حكت بصراحه، انا ما حكيتش. جماعه خلود اختي بتخاف تحكي حاجه لاي بني ادم على وجه الارض. يعني ايا كان انت صاحبه خلود قد ايه خليكي واثقه 100% انك ما تعرفيش حاجه عن حياتها. قولي اول سؤال. ايه اكتر حاجه كانت مفاجاه اول ما دخلت الكليه؟ كانت عربي اكتر، هي اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي بسبب التحول. انتوا عارفين انا رحت عربي على طول، ما كانش هيبقى في دماغي اللي هو الموضوع ان انا اقعد اقارن او يحصل لي الصدمه دي. بس انا التحول من ده لده ده كانت اكتر مفاجاه ليا. اكتر مفاجاه ليا في الكليه كانت الكليه كلها. انا كانت دماغي مستسلمه على حاجه معينه في الكليه بتاعتي بقى. لما رحت لقيت ان انا كل يوم عندي 4 محاضرات، والاربع محاضرات لازم يتحضروا كلهم عشان هما محاضره واحده في كل ماده في الاسبوع. يعني بقية الاسبوع هيبقى في 4 محاضرات تانيين مختلفين كل يوم. فانا كنتش بعرف ازود من ولا محاضره. وانا قاعده مثلا هنا باخد محاضره، جنبي سنه تانية بياخدوا محاضره، كل المحاضرات جنب بعض، وكل الدكاتره بتزعق، وممكن تلاقي دكتور من محاضره تانية داخل يزعق في المحاضره بتاعتك. فاللي هو في ايه؟ فانا بالنسبه لي الكليه كلها كانت صدمه مش مفاجاه. الفكره بقى ان هنا كانت بتحكي حاجه. يعني انا حتى فاكره اول يوم راحت في الجامعه فاجئتها اللي هو بقى عامله نفسي بقى الاخت الكبيره بقى اللي هو ايه اللي حصل بقى، واحكي لي ايه اللي حصل معاك. عادي. طب ايه اللي شفتيه مختلف في التجربه الجديده اللي عليكي دي؟ عادي. ما قاليش اي حاجه ودخلت الاوضه ونامت. نامت من عذاب الطريق. انا سنه اولى كلها كنت باجي انام من الكليه اصحى امشي. ما كانتش بتتكلم. على فكره ماما كانت فاهمه ان الدنيا معايا فل قوي عشان هي مش عشان انا مش بحكي كومبلين. ولحد ما جيت في مره بجد قعدت اعيط لها. باين في مره انت كنتش قاعده معانا، قعدت اعيط وقعدت اقول لها انا قد ايه بتعذب في الكليه والمواصلات بعد لا انا مش باكل ولا بشرب. ده بقى الفرق برضو ما بيننا. يعني انا اول ما لقيت ان اللي انا بشوفه في المحاضره ده طلعت على طول كلمت ماما من المحاضره وبعيط لها. هنا بعديها بفتره انا مشتكيه مثلا من شهر ولا مشتكيه في الاجازه ازاي عملنا اصحاب وكنا بنتعامل معاهم ازاي وازاي نختار اصحابنا. بصوا هو انتوا مجرد ما تقعدوا مثلا جنب حد هتلاقيه هو بيسالكم وانتوا بتسالوه اللي هو المحاضره دي ايه، الجدول بتاعنا ايه، اي سؤال بيجي في دماغكم اسالوه. ما تخافوش، هم كمان بيبقوا عايزين يعملوا صحاب، بيبقوا عايزين يتكلموا معاكم. فانتوا خدوا الخطوه الاولى وهم ياخدوا الخطوه الاولى. فكره كده تعملوا السنه الاولى صحاب. اللي بيتكلم معايا ببص له بقى
ما هو انت عشان انت بجد ما كنتش طايقه الجامعه. لكن ازاي نختار اصحابنا هو بيبان من طريقه الكلام، بيبان من التفكير، بيبان من الافكار اللي عندهم. ممكن يبان من اول فتره، وساعات بيبان زي ما انا قلت لكم صحابي التانيين دول كصحاب سنه اولى، ده بان بعد فتره كبيره، بعد سنه اولى كلها. يمكن عشان احنا 8 لو كنا بنقعد كلنا فكنا بنقعد نضحك ونهزر، بس ما كانش بيبان قوي الافكار، فاهمين يعني؟ ما كانش بيبان قوي التفكير او ايه اللي جوه، بس بيبان هو كده كده هيبان. انا كنت داخله الجامعه انا واحده صاحبتي، انا بالنسبه لصاحبتي ديت بعرف اتعامل مع ناس اكتر. صار كده يسار ما بتعرفش تعرف على حد جديد، عندها رهاب اجتماعي قوي قوي. الجامعه فاكرين ان انا هعرف اعمل صحاب وهي مش هتعرف تعمل صحاب، اللي هو انا هدخل الجامعه صاحب ناس وهاجي لها كل يوم اقول لها ايه خدي دي صاحبتنا. فاحنا دخلنا الجامعه اللي حصل كان العكس، ان انا ما كنتش عايزه اتعامل مع حد وما كنتش عايزه اتعرف على حد، وهي كانت كل يوم تجيب لي واحده تقول لي دي صاحبتنا. ما كانتش بتيجي تقول لي دي صاحبتي او انا اتعرفت على كده، لا دي صاحبتنا. كانت بتيجي تقول لي كده خلاص لا احنا الاثنين اتعرفنا عليها. يا بنتي ما اتعرفتش على حد، لا احنا الاثنين اتعرفنا عليها. الدكاتره كان التعامل معاهم ازاي؟ انا عادي خالص، بحاول دايما ان انا ما بقاش بتعامل دايركت مع الدكاتره، لاني مش عايزاه ما يشوفونيش قوي ان انا اللي هو طب هي ما بتحضرش المحاضره دي، هي مش هنا في المحاضره دي، عشان في اوقات كتير انا ما بحضرش. يعني عشان اكون صريحه معاكم، انا في اوقات كتير ما بحضرش، ان الغياب عندنا مش مشكله. على عكس انجليزي كنت بحضر عشان الغياب كان عليه درجات، لكن في عربي عادي بتعامل معاهم من بعيد لبعيد، وما بعملش اي مشكله معاهم ولا اي حاجه. انا من وانا صغيره ما بعملش مشكله مع اي مدرس، والمدرسين كلهم كانوا عارفين ان انا هاديه شاطره، فالموضوع بالنسبه لي ما كانش صعب. انا برضو ما بحبش اتعامل مع الدكاتره. كنا قاعدين في كافيه وبنشرب قهوه، ودي عماله تحكي لي خناقاتها مع الدكاتره. انا اتخانقت مع الدكاتره، انا ما زعقتش في دكتور، كان دكتور السباحه. لا دكتور تاني جدلتي معاه حاجه زي كده، هي بتتجادل دايما مع اي حد. بصي يا جماعه هقول لكم على حاجه، انا يعني ما بحبش حد يغلطني في حاجه وانا مش غلطانه. فالدكاتره في الكليه انا برضو بتلاشاهم، انا مش بتخانق معاهم كلهم. مش قصدي خناقه، على قد ما قصدي اللي هو انت بتجادلي معاهم. مش بجادل، انا ببقى تنحى، اللي هو ايه الدكتور ممكن يجي يقول لي انت بتعملي حركه غلط، فانا اللي هو ماشي بعملها غلط. لو نرجع لاول يوم جامعه كنا هنعمل ايه مختلف؟ انا لو كنت اعرف ان انا مش هكمل في انجليزي، وكنت هروح عربي على طول عشان ما انصدمش، ما تحصليش الصدمه دي. بس انا كنت هروح عادي، يعني مش هتعملي حاجه مختلفه يعني. هو انا عملت ايه يوم اصلا بجد ما اعرف، انت ما جيتيش حكيتي انت عملت ايه. انا تقريبا ما كنتش مستوعبه. انا حاسه ان انا لحد دلوقتي مش مستوعبه السنه اللي فاتت كلها. فعشان اولى جامعه عادي كنت هاخد الشنطه واروح الكليه واخلص المحاضرات واجي انام برضه. موقف محرجه او مضحكه حصلت اول سنه؟ ما فيش بصراحه، عادي. لا مفيش موقف، مفيش غير بجد الموقف اللي انا شتمت فيه البت وانا في حمام السباحه. كانت سامعاكي؟ يا بنتي شتمتها وشتمت الدكتور، والدكتور قالت لي هسقطك. والله يا الدفعه كلها سمعت ايه الموقف؟ انا كان عندي محاضره غطس، المفروض محاضره الغطس دي بننط نطه معينه في حته عميقه. في حته عميقه. كان معايا ايثار بجد تخاف من المايه خالص، ودي كانت اول محاضره ليه. في نطه معينه بننطها في حته عميقه، المفروض ننزل ونطلع، لازم نطوف على المايه تاني ونطلع بره. كله نط، فاضل انا وصاحبتي وكام حد كده. فالدكتور راحت قايله ايه لو ما نطيتوش هديكوا صفر. كل ما حد يقابلنا في الكليه اعمل اي حاجه الا ان الدكتور يحط لك صفر، لو حط لك صفر مش هيتشال. فقال لها خلاص هنط ومش عارف ايه. انا فاكره رياكشن ايثار يومها، ايثار بتخاف من المايه موت، فانا كنت بنط قبلها، فانا رايحه انط انا لقيت نفسي مره واحده حواليا ميه في كل حته وما بطلعش. المفروض الميه دي ما بتبقي تحت، المفروض انت بتزقي جسمك لفوق فبتطلعي. انا فضلت لقيت نفسي تحت بجد ما بطلعش. ففي بنت بتبقى واقفه ماسكه عصايه كده، المفروض بتمدالك اول ما تطلعي، عشان اللي هو دي اول مره ليك ودي اول مره ليا. مطلعه لها ايدي كده اللي هو اديني العصايه، لقيتها نازله لي بتقول لي ايه عومي عومي، رحت لها عومي. مش بصوت، مش اللي هو مش بنزل وبطلع عادي، انا بصرخ اللي هو الحقوني. انا حاسه ان انا اللي هو خلاص انا مش طالعه بتاع بقى. وكان في جزء مننا بياخد سباحه جنبنا، كلهم بصوا، والدكتور بتاعت السباحه بصت، كله بص. ويسار واقفه فوق وراهم. يسار بعد كده تنزل وراكي دلوقتي عمرها ما هتنزل. راحت الدكتور قايله لي ايه فاكره نفسك هتنجحي باللي انت بتعمليه ده، انا هديكي صفر. رحت انا هديني، ورحت طالعه بره الميه. قالوا لي بجد اديكي صفر عشان انت شوحتي لها حرفيا. لو انا رحت لها اديني، اللي هو انا مش فارق معايا، انا كنت اغرق، انا كنت هموت دلوقتي. واخيرا وليس اخيرا، نصايح ليكم بقى اللي داخلين جامعه جديد. اول حاجه خدوا الامور ببساطه، مفيش حد كامل، هو الكل هيبقى متوتر في اول يوم، الكل هيبقى عايز مثلا يعمل صحاب، الكل اللي هيبقى تايه. اسالي اي حاجه مش واضحه بجد، ما تخافيش، عادي ان انت تسالي. انت سنه اولى وقبلك كان في سنه اولى وقبلك كان في سنه اولى، وكان كله بيسال برضه عشان يعيش. ما تتعلقيش باي حد بسرعه،
اخر نصيحه بجد عاوزاكم تطلعوا بيها من الفيديو، حاولوا تعيشوا التجربه واستمتعوا، لانها بجد هي هتكون فتره من حياتك وهتخلص. زي ما انا دلوقتي انا في سنه اولى ان هو ياه اما اجي اتخرج، انا دلوقتي في سنه رابعه داخله رابعه اهوت وهتخرج، فاستمتعوا بالتجربه. وبس هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، وده اخر فيديو هصوره مع هنا. ماشي، اخر فيديو تصوروا معايا، يعني انت مش تيجي تطلبي مني اصور معاك اي فيديو تاني؟ بعد اللي انت عملتيه فيا ده اكيد لا. اوكي، لو جيتي طلبت مني مش ما هطلب تطلبوش. مش هطلب. انت بني ادم ما حدش يتعامل معاكي اصلا. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. وقولوا لي افكار جديده في الفيديوهات عشان بجد ما عنديش اي افكار.